صباح الخير محبين الزراعة، محبين خصوصا ورد الصباح. طبعا الأغلبية جاي بالجروبات يشكي ما جاي يورد ورد الصباح. طبعا ورد الصباح يحتاج هنا تقريبا نقطتين. هي أولا شمس مباشرة، أقل شي 5 ساعات، هاي والله منتهي من عندها. ثاني شي إنه لازم التربة ما تجف، نار كلها رطبة، كله يعني تقريبا بالصيف يومية سقي. هي السندانة مو تخلي مجال فيها تقريبا سنتين عن التربة هيك. هاي نار كلها ترسها، يعني العصر من الصبح. هاي اثنين تريد يورد. يعني أهم شي، يعني قلنا لكم أهم شي السقي، يعني مو الجذر لا يحتر، الجذر لا يحتر، وخصوصا بالسنادين اللي معلقينها ام بالقاع. ولا بالقاع على صبة سيراميك، المفروض ما ينحط على الصبة على السيراميك، لأن الجدر هم راح يحتاج ياخذ حرارة من الصبة. المفروض يعني تحطون جواب وصلة، جواب أي شيء، يعني المهم تعزلونه عن السيراميك من هذا. شو هسه عندي هذا هسه هذا بسندانة تعليق، وما شاء الله شوف التوريد ماله. هذا أبيض، قرارتهم هاي هم مشكلة ازبري، ووردها معلقة، شوفوا معلقة تعليق. هذا أصفر معلقة تعليق، شوفوا الوردة ما تشكرها. طبعا شي سببها انه دائما اسقي يومية. شوف الجنابل ما شاء الله يومية اسقي. طبعا هذه الحديقة الخارجية، طبعا كل يومية سقي. شوف التربة، اذا تلاحظوا التربة رطبة، شوفوها. هسه الصبح مو ساقي اليوم الصبح، طبعا هاي مال البارحة بالليل. طبعا قلنا لكم اهم شي السقي. ورد الصباح يحب الشمس، سقي نقطتين، شمس سقي، اكثر شيء شمس سقي. وهسه خصوصا منه راح تنتشر حشرة المن الابيض، ينرش مبيد حشري. شوف هسه البارحة راشة، هسه بعد ما اشيله. المهم قلنا لكم لازم هم ينرش مبيد حشرة، منه ينتشر المن الدقيق هذا الابيض. وبالنهاية قبل لا خلنا ناخذكم شوية جولة. هذا ورد الصباح، طبعا هاي الحديقة الخارجية. ورد الصباح قلنا لكم اهم شي سقي، سقي وشمس. حتى مرات حتى مع الشمس على الحرارة هو يورد، على الحرارة هم يورد. بس هنا ما تلوح شمس قوية، ما